حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف ألف خير. النهاردة بقى عملت القهوة بتاعتي الصبح كده، وديت سليم المدرسة. وايه بقى شايفين لي؟ مش دي اللي احنا لسه عاملينها امبارح؟ هي دي السفرة اللي احنا عاملينها امبارح. بس والله على مين انا اشرب قهوتي الاول وبعد كده نبقى نشوف الموضوع ده. كده كده شغل البيت ما بيخلص. بصوا بقى، اولا كده ابص، انا قعدت اكتب حاجتي اللي انا هعملها في اليوم علشان ما انساش. زهقت، رحت داخله بقى قلت لا والله ما بدهاش بقى، ده انا اعمل كيكه برتقال وبعد كده نبقى نشوف بقى الموضوع ده في الاخر. طبعا دي كيكه نادية السيد، يعني عشان انا مش بكتب الوصفه بالظبط لان انا مش شيف ولا اي حاجه، فتقدروا تدخلوا وتشوفوا اصلا المقادير او اي حاجه، او انا ممكن اكتبها لكم في التعليقات لو انتوا حابينها. عايزه بقى النهارده اكلمكم عن مشكله جات لي الصبح. بعد ما نزلت تسليم المدرسة لقيت بنت بعتالي بتقولي ان هي عندها واحدة صاحبتها هي بتحبها جدا، وهم صحاب من زمان قوي. وفي نفس الوقت البنت دي بتقولي ان هي صاحبتها كل لما تشوفها عملت حاجة او اشترت حاجة جديدة تفضل تقولها دي وحشة، ايه اللي انتي جايباه ده، ايه اللي انتي عاملاه ده. حتى لدرجة الدبلة بتاعتي يا ندى في خطوبتي كرهتني فيها وقعدت تقولي دي دبلة شكلها قديم، ايه الدبلة اللي انت جايباها دي. بتقولي برغم ان الدبلة دي انا بحبها قوي قوي، وكنت كل ما اقول ان انا هتخطب ان شاء الله او بيجي مثلا تفكير في دماغي ان انا ان شاء الله ربنا هيرزقني وهتخطب، كنت دايما ببص على الدبلة دي كانت عجباني وكان نفسي اشتريها. بتقولي اشتريتها من هنا وسمعت تعليقات منها سلبية بطريقة استغربتها واتخضيت منها. فبتقولي كمان ان هي البنت التانية دي بتقولي بلاقيها بتقلدني، يعني حتى الحاجات اللي بتنتقدني فيها بلاقيها بعدها بشهر بشهرين الاقيها عامله نفس الحاجه بنفس كل حاجه بتنتقدني فيها بتروح تعمل زيها بالظبط. حبيبتي ركزيلي يا حبيبتي كده واسمعي مني، عشان انا جايلك من المستقبل. هي البنوته دي صغيره فانا عشان كده اقول لها انا جايلك من المستقبل. اولا الناس دي ما نقولش عليهم صحابي، خلاص يعني نتفق كده نقطة ومن اول السطر. الناس دي حبيبتي ما بنقولش عليهم صحابي ابدا، دي مش صاحبة خلاص، دي حد بيغير. يعني انا مستغربة اصلا ان كل رسالتك انت مش كاتبة ان هي بتغير منك، يعني كل ده انت مش شايفة ان دي غيرة. لا هي دي غيرة، فلازم تنتبهي وتخلي بالك كويس قوي، عشان للأسف الناس دي لما بتحطيها في دماغك وتقعدي بقى تحكي لهم كل حاجة عنك وتفاصيل حياتك وحتى دبلتك وحتى كل حاجة بيشوفوها ويعرفوها عنك، هم دماغهم معاكي، هم عمالين يفكروا فيكي، هم عايزين يوصلوا للي انت فيه ايا كان بقى ايه اللي انت وصلتي له. والدليل على ده ان هم بيعملوا نفس الحاجات اللي انت اصلا بتعمليها، يعني واللي بينتقدوكي فيها ده يبين لك ايه؟ يبين لك ان هم حابين طبعا الحاجات اللي انت بتعمليها وشايفين ان هم مش قادرين يعملوها في الفترة اللي انت عملتيها فيها. وده دايما انا بشوف ان ده فضل من ربنا عليكي. دايما الفضل من ربنا ان الواحد ربنا بييسر له في شيء، في 2 في 3 في 4 في 5، بس غيره بيبقى شايف ايه ده انت سابقني، ايه ده انت اتجوزت قبلي، ايه ده انت اتخطبتي قبلي، ايه ده انت اشتريتي الفستان ده قبلي. كل حاجة هي بتبقى بتوفيق من ربنا وبمواعيد، مش بحد. هما بقى بيبقوا شايفينها ايه؟ ان انت لا ده انت عملتي كل حاجة بدري، لا ده احنا اللي متأخرين، لا ده احنا كذا. فدي غيرة وحقد وكره ليكي. رجاء مش هقولك ما تعرفيهاش تاني، لان زي ما انت بتقولي هي صاحبة من زمان او حد يعني عزيز عليكي يعتبر، لكن ابعديها عن حياتك. ابعديها عن حياتك بايه؟ اللي هو سلام ازيك عامله ايه، تعبانه اسال عليها، محتاجه مساعده في حاجه اساعدها. لكن مش لازم بقى اعرفها كل تفاصيل حياتي وسافرت ورحت وجيت وجبت وخطيبي وهنسكن فين وهنعمل ايه. مش لازم اعرفها كل حاجه عني. لازم تصحصحي كده وتشوفي كده الناس اللي حواليكي، وزي ما بنقول كده تغربلي الناس اللي حواليكي. مش كل حد يستحق يعرف عنك كل حاجه. ودي كانت طبيعي. عايزه اقول لكم الكيكه دي والله يا جماعه ده انا صورتها تاني يوم اساسا يعني عشان كده الصينيه فاضيه، ما لحقتش عشان الموبايل جاب لي ان هو ما فيش مساحه اصلا. بس قولوا لي برضو، قولوا للبنت رايكم في التعليقات، وانا هقرا التعليقات وهي كمان هتقرا التعليقات. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. وما تنسوش بقى الدعم بتاعكم ده بيفرحني قوي، وبشكر كل الناس اللي بتعملي لايكات كتير او بتعملي كومنتات. بجد بفرح قوي وبرسايلكم وبرد عليها كلها. يلا سلام.